السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة معانا. حلقة النهاردة أعتقد هتبقى مفيدة لناس كتير. اتعلمت فيها معلومة حلوة قوي وفادتني جدا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتاب الرحيق المختوم، كتاب في السيرة. معلوماتنا النهاردة عن الفكرة بتاعت إن إحنا ليه ما بنبذلش مجهود، أو إحنا فاكرين إن أي حاجة كده المفروض هتيجي زي ما بيقولوا عليها يعني في طبق من ذهب، أو حتى ببساطة ومن غير مشاكل وبلطف والحاجات دي. فاللي استوقفني في الكتاب هو اللي حصل في بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما أمر بالدعوة. ف يعني كانت لقطة فعلا فعلا جميلة. ماشي، عشان نبدأها لعل أفضل إن احنا نبدأ بالكتاب ده. الكتاب ده اسمه الرحيق المختوم، زي ما انتم شايفين كده. كتاب مش كبير قوي، ولكن يعني معلوماته قيمة جدا. كتاب فيه سيرة الرسول، ولكن بشكل عام هو مش طويل قوي ولا قصير قوي، هو ايه في النص كده، حاجة حلوة. وكتاب اعتقد في ناس كتير قوي بترشح فيه او ترشحه يعني للمبتدئين. ماشي. طيب ايه اللي انا قريته النهارده؟ اللي انا قريته النهارده كان عن بداية الدعوة. فاول ما امر الرسول بالدعوة كان نزل عليه ايات، اللي هي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. آيات كبيرة أوي وتقيلة أوي، ونازلة على مين؟ نازلة على الرسول. وإيه؟ إن أنت هتبدأ دعوة. والدعوة طبعا يعني أمر صعب وأمر جلل، أمر عايز قلب وعايز مجهود وعايز شغل جامد. فتيجي تقرأ بقى المؤلف لما كان بيتكلم على الحتة بس بتاعت يا أيها المدثر قم فأنذر. فتقرأ مثلا ان هو بيقول لك يعني بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر الجلل. فبيقول لك وانتزعه من النوم والتدثر والدفء الى الجهاد والكفاح والمشاقاه. فبيقول لك يا ايها المدثر قم فانذر، كانه قال ان الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وأما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ، والعيش الهادئ، والمتاع المريح. قم لأمر عظيم ينتظرك، أو قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك. قم للجهاد والنصاب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. حاجة حاجة عظيمة أوي، حاجة عظيمة جدا جدا. يعني موقف يعرفنا كلنا فعلا قد ايه الموضوع ده مهم ان احنا نستوعب انه لو في حد كان المفروض احنا نبص له ونقول اكيد ده بقى هيبقى متدلع، يعني بني ادم هو احب الخلق لله، يعني مين تاني يعني يتمنى يوصل للمكان ده؟ فالواحد ممكن يفتكر بقى ان كل حاجه بتاعته متظبطه وبتيجي على الرايق وبتاع، لكن ده مش كده خالص. احنا لما نقرا القران نلاقي انه الرسول امر بان هو يقوم ويصبر. مش هتيجي بالسهل، مش هتيجي بهدوء، مش هتيجي تبقى يعني ربنا يكرمنا في يوم بقى من الايام وتتفتح علينا كده وانا قاعد على السفرة اصلا وايه، وبتفرج على فيلم اكل نايم شارب كل حاجة. فلا، الموضوع ما بيمشيش كده. عايز تعمل حاجة خطط وقوم وتوكل على الله، توكل على الله واتحرك. ولكن انت ما تطلبش نتيجة انت مش مستعد تحط الحاجات اللي مطلوبة عشان توصل لها. ما حدش مثلا هيقرر ان هو بكرة الصبح هيبقى احسن واحد بيعوم ال100 متر،
وهو قاعد على يعني كنبة طول اليوم، ما بيعملش اي حاجة، ولا اصلا يعني عمره نزل حمام سباحة ولا يعني. الامثلة اللي ممكن نضربها هنا كتير قوي، ولكن النقطة إنه الكد والتعب دي حاجة مطلوبة، ودي حاجة اللي بتوصل للهدف النهائي. ما تخافش من الموضوع ده. انت شايف انه الجول اللي انت عايزه ده بعيد وصعب وشاق وحاجة فعلا، قد تحس انه هو يعني هو ازاي ده هيحصل اصلا، ده يعني بلاش طموحات كبيرة قوي كده، ولكن لا، ليه لا؟ قوم واتعب وكد سنة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة وعشرين، ليه لأ؟ انت انت مش جاي هنا هباء منثورا. انت زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، او يعني ارجعوا بقى شوفوا. أم، انت مش جاي هنا كده، انت جاي هنا عشان تحقق هدف، وعشان تسعى وتوصل. فربنا يوفقنا ويوفقكم في الموضوع ده، ويفتح لنا ان شاء الله في في الباب ده خير كتير. يعني حبيت اشارك الكونسبت ده، الكونسبت انه ما تتوقعش ان هي ايه هتيجي معاك كده. لا، انت محتاج تبذل مجهود وتتوكل على الله وتطلب من ربنا العون وتستعين بالله، وهو هيوفقك ان شاء الله لو كان الموضوع فيه خير يعني. ومحدش يعرف الخير فين. بس كده، فرصة سعيدة جدا كالعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.